بعد ما ثبت من 3 سنين فاتوا انا زي ما انا وما زدتش ولا حاجه. دايما بنقابل مشكله بعد التخسيس وهي التثبيت، والنهارده جاي اثبت لكم ان المشكله دي معايا مش موجوده. معانا بطله هي مش جديده، هي بقالها 3 سنين ما شاء الله خاسين ومثبتين بقالنا 3 سنين. عشان تعرفوا ان نتائجنا بتتكلم عننا هتحكي لكم تجربتها بنفسها. اسمي نوره، كنت متابعه مع دكتوره شيرين من 3 سنين فاتوا. كنت جايه لها 95 كيلو. كانت ثقتي بنفسي مش احسن حاجه، كان شكلي طبعا مش كويس. خسيت معاها وبعد ما خسيت ثبتت لي، وانا جايه دلوقتي اكلمكم ان انا بعد ما ثبت من 3 سنين فاتوا انا زي ما انا وما زدتش ولا حاجه، ووزني زي ما هو. بالعكس لا، ده انا كمان شكلي بقى احلى وافضل. انا صورت معاكم قبل كده وعرضت حالتي، بس انا جايه اوثق على كلام دكتوره شيرين ان هي فعلا افضل حد انا قابلته في المجال ده. انا فعلا خدت حقن قبل كده وخدت جلسات. حقن ميزوثيرابي ولا حقن شغاله على المخ؟ لا، ميزوثيرابي. بتتحقن في المكان اللي محتاج ينزل اكتر. الاماكن اللي اتحقنت زادت تاني؟ لا، ما زادتش تاني. النتيجه ثابته؟ النتيجه ثابته قلتلك وكل مره بتبقى احلى. قلت لك هعمل لك تكميم معده بدون جراحه. هل بعد ما وقفنا الدايت وثبتنا حسيتي ان انت عندك شراهه زياده؟ لا خالص، بالعكس. انا كنت زي ما كنت الاول. دلوقتي بعد 3 سنين انا زي ما انا. بالعكس جسمي بقى احلى كمان. انا شايفه ان جسمي بقى احلى كمان. هل بتاخدي اي دواء دلوقتي؟ لا، مثبته من 3 سنين ما باخدش اي حاجه. نزلنا من كام لكام؟ انا دلوقتي 60. كنت جايه لدكتور شيرين 95. مقاسنا اتغير من كام لكام؟ 3 اكس. دلوقتي بلبس ميديوم. كنت بتقولي لي في الفيديو اللي فات ان انت كان عندك مشكله لما كنت بتدخلي اي محل، كانت هي ايه بقى؟ كنت طبعا انا قصيره مش طويله، واللبس كان بيبقى وحش، وبحس ان انا بجيب حاجات اكبر من سني بكتير. كنت بحاول ان انا ادخل على الامهات شويه. كنت ما بعرفش اخرج مع اصحابي اصلا علشان لبسهم مختلف عن لبسي. ما كانش عندي ثقه بنفسي. ودلوقتي؟ لا، دلوقتي تمام. بخرج وبروح وباجي وبلبس اللي انا عايزاه، بخش اي محل بجيب اي حاجه. انا طبعا الموضوع اتغير تماما عن الاول كتير، وده باين في شكلي وكل صحابي ملاحظين ده. الاكل بقى في حاجه ممنوعين منها دلوقتي؟ لا خالص، باكل كل حاجه واي حاجه، وبس بكميات. خلاص انا معدتي ظبطت على حاجه معينه، فخلاص مش عارفه اكل اكتر منها، بس باكل كل حاجه واي حاجه. يعني فعلا عملنا لك تكميم معده بدون جراحه زي ما وعدتك؟ كلام صح. اكيد. تحبي ترشحينا لاي حد؟ انا رشحك لاي حد اصلا يعني عايز يخس، بيعاني او عايز يخس من يجي من غير ما يفكر. وده مش تصوير وانا اللي جايه ان انا عايزه اصور معاه، لاني فعلا كل الناس بتقولي ان انت بقيتي احلى بكتير من الاول. وشكلك بقى ووشك، هل وشك كل اتأثر؟ حاجه فيا اتغيرت، واكيد الفيديو لو اتفرجتوا عليه الفتره اللي فاتت فانتوا هتعرفوا ان انا اتغيرت كتير واتغيرت اكتر من الاول بكتير. والحركه تمام، بنزل شغلي بروح باجي، معايا اولاد، كل حاجه تمام. انا تمام وصحتي كويسه ومش بنهج. ما فيش اي حاجه اثرت عليا يعني الفتره بتاع الرجيم او بعد الرجيم. انا ما فيش حاجه اثرت عليا، بالعكس انا احسن وافضل في طاقتي بقى، في معنوياتي، في كل حاجه انا افضل من الاول. من اشطر الناس ما شاء الله. عقبالكم كلكم.